السلام عليكم. صباح الفل. آه كتب لي أحد اللي مش متابعين ليا، يعني تعليق، يعني مش رخم، هو كوميدي شوية. فبيقول لي: دمك تقيل أوي، ما تشوف لك شغلانة تانية. فأنا طبعا رديت عليه، قلت له: يا ابني ما عنديش شغل تاني، أنا طلعت معاش وطالع أهزر على الإنترنت. هو أنا يا ابني بقول نكت ولا بقول إيه؟ يعني أنت مسترخمني على إيه؟ أنا راجل ما بقولش نكت، راجل بتكلم فيه الامور الحياتيه. انا عامل توك شو مع اصحابي وزمايلي واصدقائي. انت مالك؟ انت مال؟ يعني مش راضي اقول له يعني الاشياء اللي بيقولها السيد المحترم المستشار مرتضى منصور. يعني انا ولا شتمتك ولا عملت لك حاجه، يعني انا ما اذيتكش، يعني ولا طلعت قلت لك انا الخليل كوميدي ولا اي حاجه خالص. طنطر انا طنطن، ما قلتلكش حاجه. بالمناسبه بيقول لك واحد حب يتعلم النصب، فراح اشترى كتاب كيف تنصب على الناس، فبيفتح الكتاب تلاقيه ورقه ابيض. فتعلم اول درس في النصب. لا ما طلعتش برضه اقول لك النكته دي. انا بطلع اتكلم في التاريخ وفي الجغرافيا، في علم النفس وفي الفلسفه وفي المنطق، واحيانا في الدين مع اني مش متخصص. لكن اللي بتعلمه وبستوعبه لازم ننقله وافكر مع اصدقائي واصحابي. يعني عشان ممكن اي حد يعني فكر معانا بصوت عالي، على اعتبار ان احنا بنتكلم في امور تهمنا كلنا. انما دمك تقيل ودمك خفيف، احنا مش في السيرك. انا مش لازم ان انت يعني تستخف دم حضرتك عشان تسمعني او اسمعك. مش كل العلماء دمهم خفيف يعني. يعني ما شفتش احمد زويل مثلا بيطلع يقول نكت. مع احترامنا يعني انا مش هوصل لاحمد زويل ولا غير ولا بتاع انا يعني اقل خلق الله. بس احب اقول له: يا ولدي العزيز، كل ادب واحترام. احنا مش مجال خفة دم وتقل دم. احنا بننقل لبعض معلومات، ننقل لبعض ثقافات، ننقل لبعض خبرات. يعني مجرد ان انا اقول لك خبرة حياتية من خلال سني او عمري او الاشياء اللي قابلتها في حياتي، وانا يعني في سن المعاش، اعتقد ان انا مش، ان ما كنتش هفيد مش هضر. فلو سمحتوا، الموضوع مش بهذه التفاهة ولا بهذه الهشاشة. لا، الموضوع موضوع كبير. اي حد عنده شيء، عنده معلومة، عنده خلفيات، متخصص في شيء، ما يبخلش على حد بيها. بغض النظر دمه خفيف دمه تقيل. يعني مش معقول يعني ان احنا هنطلع طول الوقت نهزر. مفيش مانع ان احنا نضحك شويه نهزر شويه، انما احنا مش تافهين للدرجه دي ان احنا نطلع نعمل زي الخليل كوميدي. لا، احنا مش الخليل كوميدي يا حبيبي. الموضوع لازم يبقى لما تيجي تتناقش مع حد، تتناقش معاه بعقلانيه، بيبقى ليك منطق بتتكلم منه، ليك خلفيات، مش تبقى تافه ومالكش اي ستين لازمه في الحياه وتقول دمك خفيف ودمك تقيل. يا ريتك بتنتقدني في شيء علمي، في شيء تاريخي، في رأي له معنى معايا. انت مختلف مفيش مشاكل، في فرق بين الخلاف والاختلاف. احنا لازم نبقى مختلفين، انما مش على خلاف. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. فأنا بقول لو سمحتوا، لما نيجي ننتقد نيجي نعلق، يبقى عندنا نوع من اللياقة والذوق، مش مجرد ان احنا بنشتم
نشتم بعض. لا، احنا لازم نبقى متأدبين مع بعض، في أدب، في لياقة، في تحترم سني واحترم سنك. يعني حتى لو انت اصغر مني، انا احيانا لما حد بيأدي لي خدمة ويكون اصغر مني بعشرات السنين، اقول له شكرا يا عم فلان، وانا عارف ان انا اكبر منه في السن. المفروض هو اللي يقول لي يا عم او يا عم أو. انما انا يعني تأدبا مني، ان راجل ادالي خدمة فبقول له يا عم فلان، مش عيب، احنا اتربينا على كده. انما التافه اللي مجرد بيرمي تعليق ويهرب، يعني حتى ما بيستناش ان احنا نتناقش وليه هو قال التعليق. انا موافق ان يقول لي انت دمك كتير ودمك خفيف، اقول له في ايه يا حبيبي، هو يقول لي انا اقول له، نوصل لنقطة معينة من التفاهم. فانا اعرف ان انا دمي تقيل، فما اطلعش اقول نكت، وانا اصلا ما بقولش نكت. لاي حد يعني سطحي، يعني حاول تراجع نفسك من السطحية اللي انت فيها. انا عارف اللي هو يعني ممكن اللي بيتقدم الصفوف او بيقول كلام او بيطلع على الناس وبيخبرهم، بيقول لهم معلومة، بيقول لهم شيء في التخصص بتاعه في خبراته الحياتية، ان هو معرض للانتقاد. بس الانتقاد لابد ان يكون انتقاد موضوعي. لو سمحتم، ان احنا عايزين نتقدم، نخش يعني مثلث التقدم، احنا في غاية التخلف. احنا لغاية دلوقتي بنقعد نشتم بعض، يعني افراد ودول، وانتهى التخلف. اللي يقول لك السوريين وحشين، واللي يقول لك الاتراك منتنين، واللي يقول لك المصريين مش عارف ايه، تطمعين، يعني الحلنجية. يعني عيب، عيب. احنا شعوب عربية متأكلة، يعني احنا متأكلة متنحرة، متشابكة، يعني معادية. انا مش عارف امتى هنصل الى الوحدة والتآلف. يعني حتى احنا على مستوى الدول احنا مش طايقين بعض. يعني يقول لك النهارده موسم الرياض مش هنجيب فيه المصريين. طب ليه يا عم؟ هنجيب السوريين. ما انا عارف ان السوريين ناس كويسين وناس كمل، وعندهم دراما، وعندهم يعني اول ما نسمع يعني يوسف الصديق بكل الاصوات دي، كل هذه الاصوات السوريه، يعني كل التركي ده مدبلج من السوريين، الاخوه السوريين. الاخوه السوريين بيتكلموا اللغه العربيه الفصحى بطلاقه. احنا بنتميز عنهم بالعاميه المصريه اللي هي المفهومه لكل الشعوب العربيه. في ايه المانع ان احنا يعني نقدم بعض، يعني نؤثر بعض على بعض، ويبقى في احترام مش مجرد تناحر فقط. واحد يقول لك انا مش هجيب مصريين، انت عايز ايه يعني؟ افرض ما جبتش مصريين، الدنيا مش هتخرب. جبت سودانيين مش هتخرب. جبت قلت على اثيوبيا ام الدنيا، ام الدنيا يا عم. هي اثيوبيا كشعب احنا ما فيش حاجه بيننا وبينهم. السعوديه كشعب ما فيش حاجه بيننا وبينهم. انت اللي بتخلق هذه العداوه، زي الاخ اللي طالع يقول لي دمك تقيل. يعني انا مش عارف، انا مش عارف اتف. يعني بمناسبه الكوميديا بقى، انا مش عارف اتف. يعني عيب لما نصل الى هذا المنحدر على مستوى شعبوي او شعبي، وعلى مستوى يعني دول. يعني لابد ان يكون هناك احترام متبادل ما بين الافراد والجماعات والشعوب والدول. يعني حتى على مستوى الانظمه لازم تحترم شعبك، وتحترم دولتك، وتحترم الناس اللي معاك، او انت بترقصهم او انت مدير ليهم. يعني ما توصلش الى هذه التفاهة والعبثية في العلاقات، سواء ما بين افراد، شعوب، دول، انظمة. لا، يعني الحياة
يعني بتضطرنا وتلزمنا ان احنا نفكر فيما هو آتي، مش تنحرات بقى وكدنسة وده يعلي على ده وده يجود على ده. لا، الموضوع أكبر من كده. احنا هناك مستقبل غامض ويعني أكثر سوادا، وأكثر المتفائلين يعني يعرف إن في حرب عالمية تالتة. مش هتبقى بقى بالمدفع والرشاش والطبنجة والبتنجان، لا لا، ده يبقى حرب كواكب يعني كله يا باشا نووي في نووي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلصت الدنيا. فمش عايزين نستظرف أكتر من كده مع بعض، وعايزين يعني نخطو خطوات نحو الوحدة والألفة ما بين الأفراد والجماعات والشعوب والدول والأنظمة العربية خاصة. يعني أنا ما عنديش يعني كلام للدول التانية العالمية والكلام ده كله. أنا بخص بالذكر الناس اللي يهموني، اللي هم يعني نتحدث بلسان واحد أو لنا معتقد واحد. يعني أنا بكلم المسلمين والعرب على حد سواء، إن الاتنين يهموني. والعرب بما فيهم يعني الأقباط، لحسن يكونوا مفكرين المصريين الأقباط أو المسيحيين، لا، هم معانا برضو في ضمن هذه الشعوب بتاعتنا، الشعوب العربية سواء كانت مسيحية أو. لما أقصد شعوب أنا أقصد اليهود والمسيحيين اللي معانا وبالمرة المسلمين. يعني بما إني راجل مسلم بس ما عنديش اعتراض ولا خلاف مع مسيحي أو يهودي أصلا كديانة، إنما لي اعتراض مع اليهودية عندما تحول صهيونية، يعني بمعنى أخص يعني وعام برضو هم الكيان السرطاني الصهيوني، يعني أنا ضده. فالكويس والحمد لله إن الأخ التافه ده اللي بيقول لي دمك تقيل وشوف لك شغلانة تانية، أقول له حاضر يا حبيبي، أنا هطلع تاني إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يحيينا ويحييك. هطلع تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون طالما ربنا اداني العمر واقدر اتكلم مع الناس، هتكلم معاهم رغما عن انفك ايها التافه. يعني دمتم في امان الله ورعايته ودمكم خفيف. صباح